مفهوم ثقافة الحلول البديلة ورصد العيوب ومعيقات مع الغرفة، والذي نأمل أن تساهم هذه الورشة في تقوية تماشيا مع التوجيهات المغرية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. اليوم نحن بصدد الحديث على عن موضوع مهم جدا للغاية، موضوع وطني، موضوع الذي أكد صاحب الجلالة على ضرورة الإقلاع به، ألا وهو التحكيم والوساطة الاتفاقية، إذ أن جميع الخطب الملكية تؤكد على هذا الموضوع، بدءا بخطاب 2009 الذي شدد جلالته على ضرورة الإقلاع بمنظومة التحكيم والوساطة الاتفاقية، إلى آخر خطاب أمام نواب الأمة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الماضية، حيث أكد على ضرورة ربط الاستثمار على المستوى الوطني بتطوير وتجويد نظام التحكيم والوساطة الاتفاقية. هذا الموضوع نحن اليوم بصدد دراسته من خلال القراءة من قراءة القانون 95/17 الذي هو بمثابة طفرة نوعية للتشريع المغربي في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات. كما يعلم الجميع، فالأساس التحكيم والوساطة هو الاتفاق، مبدأ سلطان الإرادة، اتفاق الأطراف على اللجوء إليه، وبالتالي هنا تصعب المهمة من أجل إقناع المجتمع ككل، فاعلين، أشخاص ذاتيين ومقاولات وشركات، من أجل اللجوء وإلى التحكيم بدل اللجوء إلى القضاء، لأن التحكيم كما يعلم الجميع يضمن لهم السرية والسرعة والتكاليف أقل من القضاء. اللقاء ديال اليوم بطبيعة الحال تيدخل في إطار استئناف المركز البرنامج ديالو ديال سنة 2024، وهاد الورشة ديال اليوم فيها نقاش متعدد اللي تيتعلق بالمدونة الجديدة ديال التحكيم ومستجدات ديال التحكيم في هذا المجال، وكذلك العوائق التي تعترض التطور ديال التحكيم، سواء التحكيم الدولي أو التحكيم الوطني. والمركز بطبيعة الحال سنة 2024 عازم على تنفيذ برنامج مهم، خاصة في مجال تكوين المحكمين، اللي غادي تكون هناك واحد البرنامج اللي غيدوم تقريبا واحد مدة طويلة، غادي ينطلق في الأيام القريبة إن شاء الله.